السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتونا قد الدنيا وزيادة، ورجعنا النهاردة بفيديو جديد من بيت ياسمين. بتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه، وان شاء الله تاخدوا باور كده وطاقة وتتنشطوا وتقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تحطوا لايك على الفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو كده وتصلوا على النبي في الكومنتات. وتاني حاجة تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل لو اول مرة بتشوفيني. اما بالنسبة لاخواتي وحبايبي ومتابعين اللي موجودين معايا في القناة، فانتم مشرفين وجودكم دايما على راسي من فوق. ربنا يديم المحبة بينا يا رب، ونبقى احلى واكبر عيلة في الدنيا. الروتين بتاعنا النهارده كده بدأ من الساعة 7 الصبح. زي ما انتوا عارفين ان انا نشيطة كده وبصحى كل يوم بدري، يعني بصحى الساعة 6، بقوم اتوضى واصلي كده وافوق كده من النوم طبعا. وبعد كده بدخل بقى اوضب فطار لقمة كده عشان حماية وحماتي واولاد الصغيرين يفطروا. وبعد كده بقى ايه، بقوم اشوف اللي ورايا وهو ايه، ببدأ بروتين. وزي ما انتوا عارفين طبعا انا بحب ابدأ بروتين ترتيب الاوض، اللي هو الشغل الخفيف يعني، مش الشغل التقيل وهو شغل المطبخ، وبسيبه للاخر خالص. عشان كده ايه، يبقى عندي طاقة واتشجع كده واخلص الخفيف الاول، فبيكون جزء كبير من عليا خلص. فبرتب الاوض كده وبكنسها وبنضفها وبقفلها، واروح بقى للمطبخ بقى اشوف المطبخ لو فيه مواعين اغسلها، بوتاجاز، وما ادراك بقى من شغل المطبخ. وخاصة لو المطبخ الكبير بقى فبيبهدل في التنظيف. فخلصت الاوض كده. اول حاجة بدأت بيها اوضة الاطفال. الاوضة دي هي اللي احنا بننام فيها، فالاوضة التانية مش بننام فيها غير في الصيف لان بيكون فيها التكييف. كلنا بننام فيها في الصيف، وفي الشتاء بننام في الأوضة دي، بنضم كده السريرين جنب بعض وبننام كلنا عليهم. برا هنا طبعا بيقول لكم حطوا لايك. اسمعوا بقى منه، حطوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وبعدين بقى احنا بنضم هنا السريرين جنب بعض كده علشان ننام عليهم وندفوا بعض. لكن في الصيف بننام في أوضة النوم، عشان الأوضة دي فيها تكييف وكده، فبتبقى حلوة في الصيف. ودلوقتي يا حبايب قلبي رتبت الأوضة كده زي ما انتوا شايفين، رتبت السراير. وهنا كنت قفلت الإزاز لأن كان الجو الساعة 7 كان متدخل رطوبة فظيعة، فمكنتش مستحملة البرد، فقفلته كده لحد ما خلصت. وفتحت بقى الشباك كده الأوضة تتهوى، وقفلتها وسبتها. رحت بقى لأوضة النوم برضو، بقالي كتير ما هوتهاش زي ما قلت لكم طبعا قبل كده، ان انا مش بهوها كل يوم لان احنا مش بنقعد فيها كتير. يعني ايه، نقعد بس كده خلال النهار بنطلع وندخل فيها بس. لكن قعدتنا كلها في الأوضة التانية ونومنا في الأوضة التانية. فبرتبها بس كده برتبها كل يوم. طبعا بنبقى قاعدين على السرير فبتكون مش مترتبة وكده، وفي هدوم على السرير عشان احنا مش بننام عليه. فدايما تلاقي كل حد معاه حاجة بقوم رميها على السرير على طول. فقلت كده ارتب الأوضة. هنا برا كان عايز يطبق معايا الهدوم، وخد البنطلون وقعد يلف فيه شوية كده ومفكر ان هو بيطبقه. سبتهم بقى وسبت الكاميرا شغالة ورحت جيت رجعت لقيتهم عمالين يعملوا الأعمال اللي انتوا شايفينها دي. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب من كل شر. ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم آمين. فهنا المكتب ما كانش مترتب كده، فحبيت ان انا اشيل الحاجات اللي عليه كتب ريان بتاعة الحضانة، وحاطه بس المصحف دي لما بقرأ فيه وكده. وهاشيل بقى المصلية دي، فرش عليها مصلية، أنا ما عنديش مفرش ليه، بس ان شاء الله اشتري له مفرش وهغيرها واجيب واحدة تانية. وهاشيل دي بقى صبنها لانها ايه، بقى لها فترة مفروشة عليه، فاكيد ايه عليها عفرة وتراب وكده، بس مش بتبقى باينة ولا حاجة. فقلت اشيل كده الاوراق دي كلها وارتب الحاجات دي. المكتب ده بيكون اكتر حاجة واكتر مكان مش مترتب. ففرشت المصلية دي بدلها، وهشيل التانية بقى اغسلها وارص بقى كتب ريان على المكتب. هو كل شوية مش بيجيبهم، هما بيطلعوا يقعدوا فوق المكتب وياخدوا الكتب بينزلوها، مش بيعرفوا بقى يقفوا كده ويجيبهم من على الارض. لو لسه مكمله معايا الفيديو لحد هنا يا ريت تحطوا لايك وتكتبي لي كومنت حلو منك يشجعني كده ويديني طاقه، وان شاء الله نستفيد من بعض. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشيريه لاصحابك وحبايبك عشان هما كمان يستفادوا. معايا مشكله النهارده، بنت بعتالي مشكله ومحتاجه رد منكم عليها. انا هرد طبعا رايي، وانتوا كمان قولوا لها رايكم علشان تستفاد منه، لان هي محتاره تعمل ايه في المشكله بتاعتها. بتقول انا متجوزه في بيت عيله للاسف الشديد. حماتي بقى ما فيش مره عملت اكل وقالت تسلم ايدك يا بنتي، لا لا، بتقول ايه ده بقرف كده، مع اني اكل والله جميل. هما بياكلوا عندي في الشقه وبروح انضف لها شقتها. والله ما بقعد طول اليوم وانا حامل وفي تانية جامعة، مفيش وقت خالص لا اهتم بنفسي ولا اذاكر. انا مراتي ابنها الصغير فيه 2 قبل الفيت الاولى عندها كانسر، ربنا يعافيها ويشفيها يا رب، والتانية بتعاملها وحش ولا بتسأل عليها لو بتموت حتى. قلت لجوزي انا تعبانه قوي، كفايه عليا انا اعمل الاكل والتانية تنضف لها الشقه. قال لي انت كده مش طايقاهم ولا حاجه ولا حابه وجودهم.
اتصرف ازاي، زائد هو واخته مع بعض في شقتي طول اليوم في شغل تبعهم، بيفضلوا نص الليل في أوضة النوم بتاعتي. ببقى تعبانة وعايزة أريح، وهم أصلا مش بيحبوه والله، بس من اهتمامي بيه بيغيروا ومش طايقني. أعمل ايه معاهم؟ نفسي أحرق دمهم كلهم. بصي يا حبيبتي، مش مطلوب منك انك تخدمي حماتك ومش واجب عليكي، بس دي ذوقيا منك. بس المفروض هما يرحموا شوية، يكون مراعين لظروفك انك حامل وتعبانة. مش كل شغل يكون عليكي، يقسموا الشغل ما بينك وبين سلفتك، او ما بينك وبين بنتها. لان المفروض هي تساعد معاكي، مش المفروض انت يعني عندك مذاكرة وعندك شغل وعندك وحامل، ده حامل لوحدها كفاية. فربنا يعينك يا حبيبتي على اللي انت فيه، وربنا يهديهم لك ان شاء الله. هو بص، كل بيت كده، ومفيش حد هيعاملك كأنك بنته، لانك انت مش بنتهم. فعاملي على اللي قد ما عامليهم على قد ما تقدري. اللي انت تقدري تعمليه اعمليه بما يرضي الله. ما تبخليش بصحتك على حد، طالما عندك صحة الله ربنا يعينك ويديك القوة انك تعملي. وفي نفس الوقت ما تجيش على نفسك برضو عشان ما تتعبيش، وعشان ابنك اللي في بطنك. فحافظي على نفسك وحافظي على بيتك وحافظي على زوجك، بس ما تجيش على نفسك برضو مقابل كل ده. وحماتك عندها بنتها، المفروض تساعدها لو هي محتاجة حاجة ضرورية، هتقدر ان هي تعملها لها. مش شرط سلفتك تعمل لها او انت تعملي لها. بس ربنا يعينك، اللي تقدري تعمليه اعمليه، وانت كده ايه مرتاحة ونفسيتك حلوة، بس ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد. ده كان رد على المشكلة بتاعت النهاردة. بتمنى انكم انتوا كمان تردوا عليها وتقولوا رأيكم. اكيد مفيش حد فينا معصوم من الغلط، ممكن كلنا بنغلط. فاحنا محتاجين رأيكم انتوا كمان. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. بغض النظر عن ان الدنيا مليانة مشاكل، وكل بيت فيه مشكلة بيكون سبب بقى ان كانت حماتك او جوزك او اخت جوزك او اي حد، في اي حد لازم كل بيت كده بيكون في حد كده بيعمل مشاكل، هو بيكون تخصص مشاكل في البيت. فاحنا نحذر منه، نبعد عنه بقدر الامكان، نتجنبه اطلاقا، علشان نرتاح من المشاكل والهم والغم، لان احنا ما عدناش ناقصين. والله العظيم يعني الواحد من كتر ما هو اساسا يعني قال لي كلمة بتزعله، وبقى خلاص وشه بقى مكرمش وحالته بقت حالك اللي يشوفه يقول عندي 70 سنة. فالحمد لله يعني ايه، احنا خاصة لو انت بقى شخص حساس كده زيي، من اقل كلمة بتزعلي. يعني حاولي تتجنبي المشاكل وتبعدي عنها، وما تخليش حد يتدخل في حياتك. لو لقيت حد بيتطفل فيها ما ترديش، اعملي نفسك ما سمعتيش الكلام، وما ترديش وما تعلقيش، لانك لو رديتي في كل حاجة صدقيني هتتعبي وهتتعبي جدا، وانك انت عايزة ايه تحوشي اللي بيحصل مش هتقدري، لان الحاجات دي بتحصل بقالها سنين، فمش هتيجي انت بقى في يوم وليلة كده تغيريها. مفيش حد بيغير من طبعه، اللي في طبعه حاجة ما بتتغيرش مستحيل. هما بيبقوا عايزينك انت اللي تغيري من طبعك، بس هما ما يغيروش. فربنا يجازي كل واحد على قد عمله، وربنا بيدي كل واحد على قد نيته. وبصي، خليكي دايما مظلومة وما تظلميش حد، ليك عند ربنا، والآخرة أحسن من الدنيا بكتير قوي. فاحنا عايزين نعمل لآخرتنا، الدنيا دي فانية ملهاش أي لازمة خالص، لازم كده نعمل لآخرتنا وبس. زي ما انتم شايفين يا حبيبي، دلوقتي انا خلصت الاوض وقفلتها ورتبت الصاله. كانت الجزامه عندي من فوق كده متبهدله، وبرده كانت الدرج بتاع الشرابات برده كان متبهدل، بس انا مصورتوش. شلت بقى كل الشرابات القديمه كده رميتها، واي ورقه ده مكان مقر بقى الاوراق والحاجات اللي بتترمي فيه، فنضفته كده وظبطته. وحطيت الشرابات فيها، كل شراب كده دخلت فردته في التانية، وقمت حاطاه عشان لما اجي اخد شراب كنت بقعد ساعة على ما بطلع شراب من درج الجزام. فقمت مرتبة بقى الشرابات كده، اللي بتتلبس عندها واللي مش بتتلبس رميتها في كيسة ورميتها في الزبالة. وبس. وقفلت بقى الجزامة، كانت من فوق زي الفل كده زي ما انتوا شفتوا، وكنست الصالة وخلصتها. وعندي الانتريه هو معزول عن الشقة، فهو مترتب ومقفول، وان شاء الله اعمل لكم روتين فيه، وكنت عاملة معاكم روتين فيه قبل كده. دخلت بقى على المطبخ، زي ما انتم شايفين كده، اغسل المواعين وهنعمل الغدا مع بعض. هو مترتب وكل حاجه مفيهوش كركبه كتير، والبوتاجاز بتاعنا برضو نضيف. فاغسل بس المواعين ونعمل الغدا. هنعمل مع بعض النهارده كبد وقوانص على الغدا، كده حاجه بسيطه كده وسهله بسرعه كده. هنعملها مع بعض دلوقتي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم كده وتستفادوا منه. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا وما حطيتش لايك، بتمنى انكم تحطوا لايك وتشتركوا معايا في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني.
وأظن بقى إن معظم الأمهات النهاردة صاحيين بدري جدًا، لإن أول يوم في الدراسة في عودة الدراسة في الترم التاني كانت النهاردة. ربنا يعينكم ويقويكم يا رب كده، ويعيني ويقويني برضه على ريان وبراء، لإن بصراحة بيصحوا من الفجر وبيصحوني برضه كأنهم رايحين الحضانة أو المدرسة. هُم لسه ما راحوش، يعني ريان دلوقتي مقعداه من الحضانة بسبب الجو وكده، وبراء لسه صغير إن شاء الله وفي أول الصيف كده أدخّله الحضانة. فربنا يعينكم يا رب ويقويكم، لإن طبعًا مسؤولية الولاد مسؤولية كبيرة ومسؤولية البيت، فربنا يعينكم ويقويكم يا رب على اللي أنتم فيه، وربنا يرزق يا رب كل مشتاق منكم بالذرية الصالحة اللهم آمين. طبعًا زي ما شُفتوا في الفيديو كان ريان عمّال يرتّب لي في التسريحة، والله العظيم ما طلبتش منّه، بس أنا عايزة أقول لكم إن أنا باحب أعوّد ولادي إن هُم يساعدوني في شغل البيت من وهُم صغيرين، لإن من شَبّ على شيء شاب عليه. فأنا باحب كده أعوّدهم إن هُم يعملوا الحاجة، يرتّبوا أوضتهم، يرتّبوا تسريحتهم. هو أمّا بقى بيشوفني باعمل فهو بيتعلّم زيي وبقى عايز يقلدني. فأنا باحب أنمّي الرغبة ديّة فيه علشان إيه، يعني أمّا يكبر يعرف يرتّب نَفْسه يرتّب أوضته بنَفْسه، وما يحتاجش لحد أوي في حياته، ما يشغلش اللي حواليه بيه. فدي حاجة كويسة يا ريت تعلموها لأولادكم أنتم كمان. النهارده زي ما قُلت لكم هاعمل كبد وقوانص، أنا كنت معبياهم كده، كنت كل أمّا باذبح شوية طيور باقوم رايحة حاطة فيهم الكبد والقوانص في كيس وحاطاهم في الفريزر، فطلّعت كيسين كده وهاعملهم النهارده عشان أفكهم بسرعة. حطيت معلقة ملح كبيرة عليهم في الأكياس، بس أنا مش هاستنى بقى، فقُلت هاسلقهم وخلاص، قُمت شايلاهم كده حاطاهم في حلة على النار، وحطيت بقى شوية توابل معاهم كده، ورق لوري وروزماري وشوية فلفل أسود، وحطيت إيه تاني استنى هاقول لكم دلوقتي، وحبهان. أنا باعتذر عن صوتي لإن أمّا باستمر في الكلام شوية باحس إن صوتي راح خالص. هاشيلهم بقى أرفعهم على النار، وهنا كنت مقشرة البصل، ده بصل صغير، البصل ده مش شارياه لإن البصل دلوقتي ب50 جنيه فصعب أوي. كان نزل شوية ورجع رفع تاني. فأنا البصل ده كنت مخزناه، فما كانش باقي بقى عندي غير البصل الصغير ده، فقُلت بقى أنا مش هارميه وأروح أشتري، فقُلت أستخدمه بقى وخلاص. فباحب أقطّعه كده slice طويل كده جوانح زي ما أنتم شايفين، هاقطّعه ولو في فلفل ألوان باحُط عليه، بس أنا ما كانش عندي فلفل في الوقت ده. كنت مفكّرة إن فاضل، ففتحت التلاجة ما لقيتش، فباحب أحُط عليها برضه فلفل وباقطّعه بنفس التقطيعة، بس باحُط الفلفل بعد الكبدة علشان يفضل أخضر كده وشكله حلو، ما باحبّوش يكون دبلان أوي. لو لسه مكمّلة معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش اللايك، حُطّوا لايك، أنا دايمًا بافكّركم باللايك فضلًا وليس أمرًا. وعايزاكم كمان تدعوا لي دعوة حلوة إن دور البرد اللي ماسكني بقى له شهر ده يسيبني شوية، لإنه تعبت منه بجد والله العظيم ما كل شهر لازمًا ييجي لي دور برد، أنا مش عارفة ليه، يعني هو مستقصدني؟ الحمد لله، ربنا يشفيني يا رب ويعافيني ويعافيكم دايمًا يا رب العالمين. هنا بقى كنت طلّعت الكبدة علشان هي استوت 3/4 سِوَى، فحبيت أطلّعها علشان ما تتهريش. وجِبت بقى صينية كده حطيتها على النار، حطيت فيها معلقة زيت وحطيت فيها حتتين دهن علشان يتقدحوا كده، وانزل عليهم بالبصل عشان يدبل معايا. وما ننساش بقى نحط عليهم معلقة ملح أو معلقة كمون على ملح أو فلفل أسود على ملح، هيحوش ريحة البصل ويخلي البصل ينزل المَيّة اللي جواه، فبالتالي مش هيبقى بيقرقش كده معاكِ ويدبل معاكِ بسرعة ويستوي معاكِ بسرعة. هاقطّع بقى الكبد والقوانص بأي شكل أنا حاباه، حبيت أقطّعهم كده بالشكل الطولي ده كده زي ما أنتم شايفين. على ما البصلة تدبل معايا هاكون قطّعت كل الكبد والقوانص الموجودة معايا. أنا باحب أحوش الكبد والقوانص كده كل مرة باذبح فيها طيور، علشان أعملهم يوم على الغدا كده، كل يوم بنبقى محتارين نعمل إيه على الغدا، كل يوم عايز أكل جديد، كل يوم عايز تفكير جديد. فباحب أعينهم كده علشان إيه، يقضوا يوم كده معايا ويبقى في بروتين وكل حاجة، وولادنا برضه يتغذوا ويطلعوا صحتهم كويسة. بس كده هنا البصل كان دِبِل معايا بالشكل ده، نزلت بالقوانص الأول لإن القوانص يعني بتكون جامدة شوية عن الكبد، فحطيت القوانص الأول ونزلت عليها بالتوابل، حطيت 7 بهارات وشوية كاري وفلفل أسود وشوية كمون وشوية كزبرة ناشفين. بس كده هاقلّبهم بقى كده عند الكمون وعند الفلفل الأسود عليهم ملح، لكن لو عندِك إن هُم من غير ملح حُطّي ملح عليهم عشان تعادلي السِوَى بتاع الكبدة بتاعتِك.
ودلوقتي بقى حطيت الكبد واستوت معايا بالشكل ده من غير اي نقطة مية. كانت جميلة جدا وطعمها تحفة. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. تنفع الكبدة دي حلوة جدا برضو في سندوتشات المدارس لأولادكم وهم رايحين المدارس. اعملوها لهم وإن شاء الله تدّيهم كده باور وتدّيهم كده طاقة إن هم يكمّلوا يومهم، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم وأشوفكم على خير في فيديو جديد ومع السلامة.